ماشي اعطتني دي، ماشي حلو شغال تمام. طبعا بما ان انا يبقى لازم اجيب اندومي، فلقيت اندومي جبت اندومي. عاملين عروض حلوه على الاندومي الصغير، بس انا ما بحبش الصغير، بحب الكبير. عاملين عروض حلوه يعني، اللي عايز يروح يجيب فعلا جميل. ايه ده هنا في ايه في ايه في ايه؟ في جيلي. طبعا ما قال لي خليني نجيب كريم كراميل لازم اجيب الجيلي تمام. ايوه طبعا. جبت جبنه رومي قديمه حلوه، بحب اللي هو الناشفه المفرفطه دي، بتبقى تحفه. ده بقى عايزه اقول لكم ان انا بجيبه في كل حته ب 19 وب 20 جنيه. انا لقيته في فتح الله ب 11 جنيه. فعلا السعر كان غريب بالنسبه لي انا. لو عارفين والله لو كنت اقدر اشيل اكتر من كده كنت جبت تمام. جبت ده صوص شوكولاته عشان ابقى اعمل بيه وصفات معاكم. جبت بيفي برضو عايزه اصوره معاكم. وجبت انشوجه عشقي، تقولوليش بقى، خصوصا لما تبقى يوناني بتبقى تحفه. جبت الانشوجه دي، كان فيها زمان كنا بنجيبوا منها الحمرا، لقيت منها البيضه وسعرها اغلى 2 جنيه ونص، قلت اجرب ما دام اغلى يبقى احلى، فجبت ايه البيضه. يا مساء الهنا، يا مساء الخير، يا مساء الخيرات على وشوشكم وعينيكم الحلوين دول. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. النهارده جايه اعمل معاكم فيديو مشتريات. انا كنت في كارفور، هو بصراحه انا فتح الله اسفه. الاثنين ولاد عمي يعني عادي. المهم ان احنا بنشتري حاجات وخلاص تمام. فتعالوا نشوف انا جبت ايه النهارده. يلا بينا. النهارده انا خربتها صح يا مامي؟ يا اختي يلا اي خدمه. طبعا وما بحرمش انا. لا انت ما بتحرميش طبعا. انتوا يا اصحابي عارفين ان انا لازم اروح فتح الله، يبقى هجيب ايه من هناك. اللي متابعني ومتابع فيديوهاتي هيعرف لازم اجيب جبنه قديمه. بس المره دي انا ما جبتش طبق واحد، لا انا جبت طبقين. عايزه اقول لكم الريحه طالعه تحفه تحفه فظيعه اهيت. لا بجد فتح الله بيجيب يعني حقيقي شابوه على الجبنه القديمه بتاعت فتح الله، يسلم بجد. جبت ايه تاني يا توته؟ جبت ده انا خلقتها. لقيت عسل جلوكوز. جبت عسل جلوكوز برضه عشان اعمل معاكم وصفات وحلويات بقى وندندشه بقى تمام. جبت كريم كراميل، 2 كريم كراميل عشان انا من عشاق الكريم كراميل. جبت صابونه دي عشان عادي عشان نستحموا عادي عادي انتوا احنا كلنا بنستحموا عادي. جبت مربى التين طبعا عشان ايه تبقى بالقطع كده. ايه يا ماما؟ نعم. هتاكلي من الجبنه والمربى؟ ده عشق الجبنه دي. لا انت عندك ضغط يا ماما ما ينفعش. انا رايحه مخصوص عشان الجبنه. اسفه. بصوا بقى جبتي ايه؟ جبتي ايه ايه؟ جبت البرطمان ده مخلل. ومع العلم ان انت اللي بتاكليه لوحدك. علم ان انا باكل لوحدي ده علم ان احنا امي عندها ضغط وانا تعبانه بجنابي. وعايزه اقول لكم ان كم الاملاح اللي انا رحت جبتها النهارده غير طبيعيه. دي امي كانت عايزه تشتري فسيخ وانا اللي وقفت لها فيها، قلت لها ليه ما احنا بنعملوه حلو صح يا مامي؟ صح يا ايه؟ ايوه ليه نشتروه ده ب 170 جنيه؟ ما انا اروح اجيب لي بورتين حلوين كده ب 60 جنيه اعملهم زي الفل. يلا بينا نشوفوا ايه جابت ايه تاني. ايه دي خربتها، هي ايه بتسكت؟ بصوا بقى بصينا. رحت جبتي ده لقيته في منه بيتباع منه اكياس. لا انا لقيته علب فقلت اجرب تمام. جبت ايه بقى تاني؟ دي كلاوي. جبت كلاوي تمام. الحاجه هناك جميله جدا ونضيفه ومضمونه. جبت كبده متقطعه، هما مقطعينها بصراحه. جبت لحمه حمرا وجميله وزي الفل يعني ما فيهاش ايدام وسمين. لما بتروحي تجيبيها من عند الجزار او كده بس تقولي له هات لي مثلا كيلو لحمه او كده على حسب استخدامك، ممكن تجيبي نص كيلو على حسب ما تجيبي. لازم يزقلك السمين ده فيها. لازم ممكن مثلا ساعات بروح اقول مثلا عندي حد عيان عايزه حته سمين حته لحمه حمرا ما بقاش فيها سمين، لازم حتى لو هو جابها لك حته حمرا لازم في الاخر تكمله الميزان يقول لك ايه زواده، بس هي تبقى الزواده هي تبقى من ميزانكم تمام. جبت مكرونه لسان عصفور عشان
الرز وكده. جبت ايه بقى؟ عايزه اوريكم دي. جبت ده، تمام. ده عايزه اقول لكم اسعار مش عارفه جبته ب 27 تقريبا او حاجه زي كده. الاسعار هناك تحفه في البرامات، واللي عايز مرسوم اللي عايز منقوش برضو في نفس الرينج، يعني مش غالي، ممكن تجيبيه اكبر كمان وارخص من كده، يعني حسب عشان انا جبته اللميع البيج ده كده، ده اغلى حاجه هناك. لكن في حاجات اقل وسعرها حلو جدا، اللي بتشور كده تروحي والله هاتي لعيالك، جميل فعلا تحفه. جبت جبنه ريكفورد، مش عارفه هي انا قلت لها هاتي ربع كيلو، ما اعرفش هي حطت لي ايه ده، تمن مش عارفه، ولا حطت لي ب 2 جنيه مش عارفه. 2 جنيه؟ انا مش عارفه بصراحه، هي استقلت بيا مش عارفه ليه. تمام. رحت جبت قالت لي برضو دي قلت لها ايه دي، انا ما اعرفش بصراحه، ما كنتش جربتها، او انا جربتها زمان بس نسياها. قلت لها ايه دي، قالت لي دي جبنه بالزيتون. قلت لها ايش اجرب، ماشي عطتني دي، ماشي حلو شغال تمام. طبعا بما ان انا يبقى لازم اجيب اندومي، فلقيت اندومي، جبت اندومي. عاملين عروض حلوه على الاندومي الصغير، بس انا ما بحبش الصغير، بحب الكبير. عاملين عروض حلوه، يعني اللي عايز يروح يجيب فعلا جميل. ايه ده هنا في ايه في ايه في ايه؟ في جيلي. طبعا ما قال لي خليني نجيب كريم كراميل، لازم اجيب الجيلي. تمام. ايوه طبعا. جبت جبنه رومي قديمه حلوه، بحب اللي هو الناشفه المفرفطه دي، بتبقى تحفه. ده بقى عايزه اقول لكم ان انا بجيبه في كل حته بتستشره ب 20 جنيه، انا لقيته في فتح الله ب 11 جنيه. فعلا السعر كان غريب بالنسبه لي انا، لو عارفين والله لو كنت اقدر اشيل اكتر من كده كنت جبت. تمام. جبت ده صوص شوكولاته عشان ابقى اعمل بيه وصفات معاكم. جبت بيفي برضو عايزه اصوره معاكم. وجبت انشوجه عشقي، تقولوليش بقى، خصوصا ما تبقى يوناني بتبقى تحفه. جبت الانشوجه دي، كان فيها زمان كنا بنجيبوا منها الحمرا، لقيت منها البيضه وسعرها اغلى 2 جنيه ونص، قلت اجرب ما دام اغلى يبقى احلى، فجبت ايه البيضه دي. بيقول لك الانشوجه البيضه، ايه ده في ايه هنا؟ وجبت الفلفلايه دي، انا ما بستعملش الفلفل الالوان، فانا عايزه اعمل بيه وصفه معينه، اكله يعني معينه، فجبت واحده مش غاليه يعني، 3 جنيه ونص. تمام. جبت ايه تاني يا ايه؟ جبت لبن نيدو، عشان ايه؟ نشربه لبن ونسكافيه وحاجات زي كده باللبن النيدو. طبعا خلينا اجيب من مخلل وجبنه قديمه، لازم اكمل بقيه القايمه بتاعت الحوادق. جبت زيتون اسود. تمام. انا حاجتي كلها عباره عن وصفات هعملها بيها معاكم، يعني اللحمه دي هشتغل بيها معاكم، الجيلي، اغلبيه الحاجه انا جايباها علشانكم. تمام. فعشان انا تعبت ورحت وشلت ودفعت وصرفت عشانكم، يبقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والكومنتات بتاعتكم الجميله. يلا كان معاكم ايه محمود، باي.